لو تعبان في التعاملات مع الناس فالفيديو ده هتسمع نصايح محدش قالها لك قبل كده. بعدها دماغك كلها تتغير وهتعرف ازاي تتعامل مع الناس. قاعدة ثابتة: اعتبر الناس محطة قطر. يعني ايه؟ وانت راكب القطر مش بيركب ناس من محطات وتنزل في محطات تانية؟ علاقتك بالناس لازم تكون كده. يعني اللي يحبك يحبك واللي يكرهك يكرهك. انت ماشي في طريقك زي القطر، واحد هيتعرف عليك ركب معاك تمام مفيش اي مشكلة، بعد شوية هينزل ويركب واحد تاني اوكي مفيش اي مشكلة. وما تركزش مع حد، ركز فيك انت وبس. كل الناس اعتبرهم محطة الا القريبين منك قوي، ودول عددهم بيبقى كده كده قليل اصلا. غير كده كله محطات. قابلت واحد اتكلم معاك كلمتين حلوين زي حالاتي كده، اديك استفدت بمعلومة يا سيدي. قابلت واحد تاني عصبك ونرفزك، لازم تطنش. واحد بيشتغل معاك وبيتكلم عليك، طنش. كل حاجة طنش، كبر دماغك. واحد بيكذب عليك، طنش. خليك بارد، افصل مشاعرك خالص في التعاملات مع الناس. بس خليك محترم وعندك إنسانية وضمير، لأن الناس دي مش دايما حواليك. علاقتك بيهم مؤقتة ولها فترة صلاحية، ده لازم تفهمه كويس. راكبين وهينزلوا في محطاتهم. وفر طاقتك لنفسك، لتطوير نفسك انت وبس. الكلام اللي بقى انا بقوله دلوقتي ده محدش يعرفه، وراهن على كده. وده ليه؟ لأن مجتمعاتنا العربية مجتمعات عاطفية زيادة عن اللزوم، ودمها حامي. فكلمة من شخص تسخنهم وتولع فيهم، وكلمة تانية تبردهم وتهديهم. مجتمعاتنا هوائية، سهل التلاعب بيهم. فأنا بقولك السر يا معلم: سيطر على مشاعرك تكسب نفسك. وعلى فكرة مجتمعاتنا هنا مشهورة بكلمة تهون عليك العشرة يا محمود. ما هو مفيش حاجة اسمها عشرة، في مصالح وبس. هنستفاد من بعض ازاي؟ الجواز اصلا قايم على المصالح، علاقتك بربنا قايمة على المصالح. انت عايز تخش الجنة عشان كده بتصلي. ازاي بقى يبقى عندك مناعة من خزوقة الناس ليك؟ هتيجي من كتر ما تتعرف على الناس وتخرج للدنيا. لازم تكون شخص اجتماعي جدا، لازم تتخزوق كتير عشان يبقى عندك مناعة ضدهم. لو دخلت جيم، خد معاك فراولة يا عم ووزعها على الناس، وتعرف على كل الناس بلطافة. اتعلم من كل واحد حاجة، اتعامل بعقلك مع الناس. مش الخلاصة من كلامي: كل انسان في حياتك له دور معين بيأديه، وله فترة صلاحية، وقت بيظهر فيه وبيختفي فيه. افتكر فترة الابتدائي، اراهنك لو كنت لسه فاكر حد من زمايلك اياميها، وتلاقيك ما شفتهمش من بعدها اصلا. خلاص اعتمد ده على حياتك كلها وعلاقاتك مع الناس، هترتاح. وما تنساش ان انت اهم شخص في حياتك كلها. ركز مع نفسك انت وبس، انت اهم واحد في حياتك. مفهوم؟ ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتعليق حلو منك يرفع الفيديو. وما تنساش تشوف الفيديوهات التانية، هتفيدك في حياتك بجد وهتغير تفكيرك.